السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ هنعمل مع بعض النهاردة طريقة الحواوشي على الفحم بمكونات بسيطة وسهلة، وان شاء الله تطلع معاكي مظبوطة ومية مية وطعم ولا اروع من كده. تعالوا يلا اقول لكم على اللي انا عاملاه. معايا هنا ربع لحمة مفروم، معايا ربع كيلو بصل مفروم مفرمة عليه قرن شطة. عايزاه يبقى سبايسي حطي عليه شطة حامية، عايزاه يبقى عادي افرمي عليه قرن فلفل عادي او قرن شطة مش حامية خالص. اهو بقول لكم على البهارات. معايا بهارات حواوشي معلقة كبيرة، معايا كمون، معايا نص معلقة ملح، معايا دي 11 بهار حاطه نص معلقة، حاطه نص معلقة فلفل اسمر، دي مع نص معلقة او ربع معلقة من البيكنج باودر. تعالوا يلا نشتغل على طول. انا جبت بولة بقى، هبدأ انزل بالبصل، وده ربع كيلو لحمة هنزل بيه برضو، ودي البهارات اللي انا قلت لكم عليها من كل حاجه نص معلقه، الا بهارات الحواوشي معلقه كبيره اهي. دي بهارات الحواوشي معلقه كبيره. تمام، هنزل بيهم كده كلهم على بعض. هبدا اخلطهم مع بعض. بصوا يا جماعه، بعد ما عملته انا عجنت طبعا المكونات كلها في بعضها، بس انا عشان انا مستعجله عملته حطيته في العيش، فتحت العيش كده زي ما انتم شايفين وحطيته. بصوا يا جماعه، بعد ما اللحمه والبصل اتحطت يعني عملت لي كميه الحمد لله كويسه. دول 5 ترغيفه. هنحطهم بقى على الفحم وهنشوف واوريهولكم وهو على الفحم وهو بيستوي. بقى معايا دلوقتي شويه زيت، وجبت الشبكه وهدهنه بقى دهنه زيت خفيفه كده. مش كتير يعني، اديني بس مش كتير قوي. انا هنا قلبته برضو، وهبدا ادهن برضو الظهر بتاعه، ظهر الرغيف اهوت. بعد ما دهنته هبدا بقى اقفل الشبكه وهوريهولكم وهو على الفحم. بصوا يا جماعه، بصوا الحلويات، حلويات لازم تجربوه، لازم تجربوه، بيطلع طعمه ولا اجمل من كده. اما يستوي هوريهولكم شكله عامل ازاي. بصوا يا جماعه، بعد ما طلع وبعد ما استوى بقى عامل ازاي. بسم الله ما شاء الله، مستوي وطعمه ولا اجمل من كده. عايزاكم تجربوه، وطبعا لو عجبكم ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب للقناه عشان يوصلوا كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.